اهلا بيكم يا اساطير. هنكمل دلوقتي على طول الجزء الثالث من حكايه مينج. لايكات كتير بقى ويلا بينا نبدا. زي ما شفنا في نهايه الجزء اللي فات، بطلنا بيروح للطبيبه ليه عشان يقنعها بعلاج ابوه، وكان ماسك ازازه غريبه جدا في ايديه. وبنبدا في اللحظه اللي بتخش مساعده ليه عليها، وبتكون شايله الازازه اللي مينج اداها لها، وبتقول لها ان مينج قال ان هي صنعت الازازه ديت بنفسها. واول ما ليه شافت الازازه اتعرف عليها على طول، وبعدها بتروح لمينج بسرعه وبيطلب منها تكشف على ابوها على طول، فبتوافق على طول بدون اي تردد. والكلام ده بيخلي الناس اللي حواليهم يشكوا ان هم عارفين بعض من زمان. لكن في نفس الوقت هاي اللي هو عدو لعيله مينج بيحاول يمنعهم يوصلوا للقصر، لكنه بيفشل في الاخر. بس في طريقهم للقصر مينج بيتفاجئ هو وليم بظهور مجموعه من قطاع الطريق، واللي بيعلنوا ان هم اخوه للملكه بتاعه الجبال، لكنها بتكون اتدخلت بسرعه وقضت عليهم بكل سهوله كمان. وبتقول بكل ثقه ان هم مش اخواتها ومفيش اي حد مسموح ليه يستخدم اسمها لتخويف الناس. لكن بعد ما خلصت عليهم بتقول بقى لمينج انت هربت مني المره اللي فاتت وخليت هبتي تضيع وسط الحراس، دلوقتي بقى لازم تعوضني عن ده. فبيقول لها مينج ممكن اسلمك اخويا وتطلبي فديه من امي يا ستي، وان هي كده هتاخد تعويض مادي كبير جدا. وبالفعل بنلاقي ان هي خدت الاخ الصغير دوت رهينه. فتشو بتقول لمينج ان الملكه ديت عندها قوه كبيره جدا في الهجوم، لكن بتعرفه ان دفاعها مش قوي ابدا، وان هو لو هجم عليها دلوقتي عنده فرصه كبيره ينتصر عليها. فبطلنا بيقرر بالفعل يوجهها، لكن الملكه بابتسامه بتقول ليه بالطريقه ديت بتخليني احبك اكتر على فكره. فمينج بيسالها بشكل جد ايه هدفك المره اللي فاتت لما حاولت تخطفيني اصلا. فالملكه بترد عليه وتقول له ان هو كان امر من امه بالفعل، بس مينج بيقنعها بقى ان هو كمان معجب بيها. فالملكه بتتثبت بالفعل وبتقول له حراسها دي كانت مجرد معركه وديه يا جدعان، وبتسيب بعدها اللورد الشاب وراها. وانا مش عارف بقى سابته ليه دلوقتي. بس في القصر بقى بتكون الدكتوره اللي بتفحص الملك وبتقول لمينج والدك مش مريض على فكره، لكن بتاكد ان هو مسموم بسم بيخلي الشخص فاقد للوعي، وان هم لازم يلاقوا العلاج ليه في اسرع وقت. فمينج بيبدا يفكر ان اللي حصل ده ممكن يكون من حد دخل العيله اصلا، وبتقول لي ساعتها ان هي عارفه علاج للسم ده لكنه نادر جدا، والعلاج بيكون عباره عن عشب بيرموا في اماكن بيتقتل فيها الارواح الشريره. فبطلنا بقى بيقرر ان هو هيروح لهناك ويجيب العلاج بنفسه. وبنشوف ان قوه مينج زادت بسبب المواجهات اللي دخلها الفتره اللي فاتت، وبتظهر نافذه النظام وبتقول ان هو بدا الاختراق الثلاثي. لكن بعدها بنشوف سفينه فيها بنت جميله جدا بتحس بالانفجار اللي حصل بسبب انتقال مينج للمستوى الاعلى، وبيكون جنبها مقاتل لكن سنه كبير، وبتقول له بقى ان هدفها المره دي تلاقي تلميذ من تلاميذ السيد الموهوبين علشان اختبار البوابه الخالده. بس فجاه المقاتل بيعمل عاصفه وكلها سيوف وبتنتشر في كل المدينه وبتخترق الارض. فبيفهم الناس ان السيوف ديت مخصصه للاختبار بتاع بوابه الخالدين. وبالشكل ده الجوله الاولى بدات، والفايز هيكون هو اللي يقدر يخرج السيف من مكانه. وبنلاقي ان كل اهل المدينه قرروا يحاولوا يفوزوا في المرحله الاولى عشان يغيروا حياتهم. واللورد الشاب كمان بيجي بسرعه وبيقول لمينج ان سيف وقع من السما في حوش القصر، والكل بيبداوا يتجمعوا حواليه ومستغربين جدا. فرئيس الخدم بيشرح ليهم ان دوت جزء من الاختبار، وانه بقى بيحدد مين اللي عنده القوه والشجاعه الكافيه لسحب السيف. فمينج بثقة بيقرر يحاول وبيجمع كل قوته ناحية السيف، وبنلاقي انه فعلا نجح في سحبه من الارض وسط دهشة الجميع. والنجاح ده بقى بيأكد ان بطلنا هو الاقوى في المكان وانه مستعد لأي تحدي. وبنرجع من تاني للبنت الجميلة وبيجي لهم الخبر ان في حد نجح في سحب السيف فعلا، لكن المفاجأة الاكبر بتيجي لما يسمعوا ان في حد تاني في المدينة نجح برضه، وان هويته مش عادية لانه الابن الاكبر لعيلة مينج. بس في اللحظة دي بينسحب فيها سيف تاني وبيظهر تنين ضخم في السماء فوق القصر، وديت علامة بقى ان في شخص في المكان ده حقق انجاز عظيم جدا. والناس بقى بيندهشوا جدا من ظهور التنين، والبنت بتبدأ تعجب بقوة مينج لانه اثبت لهم لمرة تانية انه مش مجرد شخص عادي، لكنه بيكون اتفاجئ هو كمان لما عرف ان في حد تاني قدر يسحب السيف. وفجأة بقى بتقع البنت الجميلة من السما ناحيتهم، والكل بيكونوا متفاجئين من جمالها الشديد، لكنها لما بتقوم بتتأسف له جدا. وبتعرف بطلنا ان هي جاية دلوقتي تضمه ليهم. لكن بعدها بيظهر مقاتل تاني ومعاه حراس كتير، وبيكون اسمه تشونج، وبيقعد يقول كلام بقى معناه ان هو جامد جدا. وبيقول لمينج بقى ان هو هنا عشان يدعوه لعشيرتهم دلوقتي اللي اسمها مي. بس في نفس الوقت بيجيله بقى واحد تاني عشان يضموا العشيرة التانية،
لكن البنت الجميله بتقول ان هي اللي جت الاول، وبيكونوا بقى هيطحنوا بعض، لكن مينج بيوقفهم وبيبدا كل واحد فيهم يعرف عشيرته، وبيقول الاول فيهم ان هم بيعرفوا في الطب كويس وعندهم علاجات لاغلب الامراض النادره، اما التاني بيقولوا ان هم اقوياء جدا وان لو انضم لهم هيعلي من قوته وهيبقى غني كمان. وبتبدا البنت الجميله تعرفه على عشيرتها هي كمان، فالكل بيستهزئوا بيها حرفيا، لكن مينج بيوقفهم من تاني وبيقول ان هو قرر خلاص، وبيعرفهم بقى انه هينضم للعشيره مع البنت الجميله مين، وبيندهش الكل بقى لان دوت كان اضعف عرض فيهم اصلا. لكن الوقت بيعدي وتاني يوم بيتجمع كل اللي عدوا الاختبار وبيروحوا للسفينه اللي هتنقلهم للمرحله التانيه، ومينج بقى بيكون متوقع ان هم هيكونوا قليلين، لكنه اتفاجئ لما لقى اكتر من 100 متسابق غيره موجودين اصلا، وبما فيهم اخوه عدو عيله مينج اصلا. وبنشوف بقى ان المرحله التانيه مختلفه جدا عن توقعات مينج، لان المتسابقين كان لازم يسافروا لعالم تاني مليان بالكنوز، لكنه برضه بيكون فيه وحوش ونباتات نادره جدا، والعالم دوت اسمه البقايا، وبنعرف انه عالم بيفتح بوابته لما تكون الارواح نشيطه في العالم الحقيقي، وبتفضل البوابه مفتوحه لمده 10 ايام وبس، ولو قدر المحارب بقى يخش العالم ده ويفضل فيه لمده 12 ساعه يبقى كده اجتاز المرحله التانيه، لكن لو حد حب ينسحب من الاختبار بيروح للمنطقه الامنه. وبنشوف بقى ان كل متسابق بياخد قلاده من الياشيم لحمايته، بس وسط المتسابقين مينج واخوه عدو عيلتهم اصلا بيتراهنوا بقى ان اللي هينتصر فيهم في الاختبار هياخد كل ممتلكات التاني. لكن في حته تانيه بتظهر ساحره غامضه جدا وبتحاول تستولى على كل شيء، وبيكون باين عليها بقى الخبث والمكر، لكن لما بيتنقلوا المتسابقين لعالم البقايا مينج بيكون عنده هدف تاني غير الفوز بالمسابقه اصلا، وكان بيدور على العشب النادر اللي يقدر يعالج ابوه من السم، وبيستخدم وقتها مهارته وقوته الكبيره وبيقدر يجبر بعض المتسابقين يساعدوه في البحث اصلا، ودوت طبعا بعد ما انتصر عليهم في المعركه. بس فجاه مينج بيلاقي العشب اللي كان بيدور عليه فعلا، بس بيكتشف ان العشب ده بينمو من عظام الجنود الميته والمدفونه في الارض كمان، وبيكون فيها ارواح شريره وكتيره جدا بتسكن العشب ده. بس مينج بيسحب العشب وبيظهر ليه شبح كبير جدا على شكل هيكل عظمي، والكلام ده بيدب الرعب في قلب الكل. بس وقتها بتظهر صاعقه برق بتشق السماء وبتلفت انتباه البنت الجميله اللي كانت بتسال اخوها عن الظاهره دي، فاخوها بيقول بقى ان دوت بيحصل بسبب اختراق الفراغ النجمي، وديت بتكون ظاهره نادره جدا بتخلي الوحوش اقوى وبتصعب الامور على المتسابقين كمان. لكن فجاه البنت بتكون اختفت من قدام اخوها وبتقرر بقى تروح للعالم التاني علشان تقدر تنقذ اللي تقدر عليه في الداخل. لكننا بنرجع لمينج اللي بيكون الشبح ماسكه اصلا، وقوه بطلنا ما كانتش كفايه لمواجهته، بس مينج بيكون في موقف صعب جدا ومش بيعرف بقى ازاي هيتخلص من الشبح القوي اللي بيهدد حياته دوت. لكن بنشوف ان الساحره ظهرت بالفعل وواحد من المتسابقين بيساعدها، فبتشكره بقى ان هو انقذها من الهياكل العظميه، وبتكون كل دوت طبعا بتمثل عليهم. لكن بطلنا بنلاقي ان في شخص غير متوقع بيساعده لانه عدو ليه اصلا، وبعد محاولات كتير بيقدر مينج بقى انه يهزم الوحش معاه وبيخلي عظامه تتفكك، وكمان بياخد العشبه اللي هو جاي عشانها اصلا. لكن الفقر فقر يا جدعان، لان الوحش بيقدر يرجع من تاني، لكن المره دي للاسف بقى بيكون قدر يمسك مين كمان. لكن وقتها كل المتسابقين بيتحدوا وبنلاقي ان هم قدروا يقضوا على الوحش دوت في الاخر بالفعل. ولسه مينج ما بيكونش لحق يفرح، بيلاقي ان ظهرت في السماء اشعه غريبه جدا على شكل عين كبيره جدا، وبيستغربوا الكل منه، فبتقول تشو بقى ان دوت بيدل على المجيء التاني للشيطان، لكنها بتقول ازاي يحصل ده والشيطان محاصر في ارض الجحيم. لكن وقتها بتتفتح بوابه في العين الضخمه دي، واول ما بتظهر بيحصل هزه كبيره جدا في الارض كلها، وبيخرج الشيطان، وبنعرف انه بيتقال عليه كده لانه من عشيره الشياطين، وبنلاقي انه حبس كل اللي موجودين في فقاعات كبيره بتطير في السماء، وبما فيهم بطلنا مينج، وبيلاقوا بقى المتسابقين ان قلاده الياشين بتاعتهم اختفت كمان. وبنعرف ان هدف الشيطان من الخروج اصلا هو الحصول على حاجه معينه في قبر الامبراطور، فبطلنا بيفهم ان الشيطان عاوزهم يروحوا معاه لضريح الامبراطور، وانه هيستخدمهم في حاجه معينه. لكن بعدها بيقرر رؤساء العشائر التانية ان هم يتصدوا ليه بالفعل، وبيحصل بينهم معركة شرسة جدا، وبيقدر رئيس عشيرة فيهم بقى انه يقيد الشيطان، لكن الشيطان بيعرف يفك نفسه من تاني وبيقدر يقيد رئيس العشيرة نفسه، وبيكون المفروض ان يخرج حراس اسمهم الحرس الروحي، لكنهم بيكونوا لسه ما خرجوش، وبيستغرب مينج بقى ان هم لسه ما جوش لحد دلوقتي. وبنلاقي ان هدف الشيطان من حبس الناس دول كلهم هو استخدامهم كقرابين لفتح مقبرة الامبراطور، فبيستخدم مينج كل قوته
عشان يخرج من الفقاعة دي لكنه بيفشل. فبيقرر اخيرا بقى يتفاوض مع الشيطان وبيقول له ان في شخص واحد بس في المدينة كلها يقدر يفتح لك بوابة الامبراطور، وبيأكد بقى ان الشخص اللي يقدر يعمل كده هو الابن الصغير لعيلة هاي، بس بيقول له بقى ان هو موجود بره الانقاض وعشان يجيبه لازم يخرج الاول. فبيفهم بقى الشيطان ان بطلنا بيتريق عليه عشان يضيع الوقت، بس بطلنا بالفعل بيكون اصلا بيكسب وقت عشان يطور النظام، وبيستخدم كل النقاط اللي جمعها عشان يكتسب قوة جديدة، وبينجح بطلنا بالفعل في اللي هو عاوز يعمله. وبتكون عبارة ان مينج دلوقتي يقدر يغير قوانين العالم دوت ويرجع الموتى للحياة كمان. وبنشوف ان مينج بيستعرض قوته وبيقرر يواجه الشيطان بالفعل، لكن بكل سهولة بقى الشيطان بيتصدى ليه وبيقدر عليه كمان، وكعقاب ليه بقى بيعرض كل المتسابقين لصدمة شيطانية، وبتخلي كل المتسابقين يقرروا يستسلموا الا مينج، وبيقرر بقى يهجم عليه من تاني، لكن فجأة بتتحول لتشول شكلها البشري. لكن فرحة مينج مش بتتم بقى لانها بترجع لقطة من تاني، لكن بنلاقي ان الشيطان وصل بيهم عند بوابة الامبراطور بالفعل، لكن الغريب ان هي بتكون مفتوحة اصلا، وبيخرج منها وحش ضخم جدا، ودوت بقى هو اللي بيكون بيحمي المقبرة، والشيطان بيواجه الوحش بشكل غريب. فالكل بيستغربوا ليه الشيطان بيعمل كل دوت اصلا، وايه اللي موجود جوه القبر عشان يكون عاوزه كده. لكن بنلاقي ان حارس المقبرة بيقول ان المفتاح هو الشجاعة، وبيبعت حارس المقبرة رياح قوية جدا عشان يبعد المتسابقين عن البوابة اصلا، وبالفعل بتطيرهم. لكن الغريب ان مينج مش بيتأثر بالرياح دي، وبيقرر بقى ان هو هيقرب من البوابة اكتر، بس فجأة بتظهر الساحرة وبنكتشف بقى ان هي الشيطانة اصلا، وبتكون معجبة بمينج وبتقول له تعالى معايا يا معلم لقبر الملك، وان هي هتحميه. وبنلاقي ان فعلا بيروح مينج معاها، وبنعرف كمان ان بطلنا عنده غرض تاني من ان هو يروح وراها دلوقتي، وبيقعد بقى يمثل عليها ويقول لها انت جميلة جدا على فكرة، وهي بيضحك عليها عادي جدا. لكن خلال ما هم قاعدين يحبوا في بعض بقى الشيطان وحارس المقبرة بيطحنوا في بعض، وبيكونوا قدام مينج والشيطانة جدار رقمي كبير وراه سر معين. ويا ترى بقى ايه سر الجدار ده، وهل مينج هيقدر يتغلب على الشيطان ده اللي هنعرفه في الجزء الجاي. لكن دلوقتي محدش ينسى يعرفني رأيه في الحلقة في الكومنتات تحت، وكمان فجروا اللايكات بقى، واشوفكم على خير يا اساطير، سلام.